الكوسه يا جماعه. بصي بقى، طبعا انا عملتها من فوق وبعد كده دخلتها ايه فرن وشوايه. ده طبعا مش محروق يا جماعه. تمام كده. معاكي هنا صينيه بقى بطاطس بايه بالفراخ. بصوا بقى كده، بصوا ما شاء الله. بصوا بقى الفراخ اهي يا جماعه، تبلاها تتبيله ايه حلوه قوي. نزلتلكوا التتبيلات دي قبل كده، حطيتها لكم قبل كده، وايه تتبيله سهله وبسيطه. الطماطم مع البصل مع الصلصه مع الماجي مع الزيت مع التوابل مع الماجي مع عصرة الليمون اللي هتحطوها. بصوا ما شاء الله تتبيله منها ايه الفراخ اهي. بصوا كده اهي يا جماعه. بصوا ما شاء الله، واخده ايه من فوق وبعد كده حطيتها ايه في الفرن وشوايه. تمام كده، بس سويتها من فوق. طبعا في مسلوق عشان في عيانه. في شوربه خضار. بصوا بقى رز بشعريه. بصوا بقى كده اللهم بارك. وهي الصينيه اهي يا جماعه. طبعا هنجيب البطون بقى نطلع فيها مع طاجن الكوسه. اللي ايه عايز ياكل كوسه ياكل، عايز بطاطس هياكل. وشوربه الخضار يا جماعه اهي يا جماعه. بصوا شوربه الخضار اهي اهي، بس مش حاطين فيها ايه حاجات كتير. بنحط شويه اسمه ايه الجزر. اللهم بارك يعني. بصي بسم الله ما شاء الله. صوتي بس عشان زوري وجعني. تمام كده. اللهم بارك اللهم بارك يا جماعه. بصوا طبعا انا نزلت لكم كذا طريقه وكذا صنف على الصفحه وكذا حاجه، يعني عندك تقدري تطلعي الوصفه اللي انت عايزاها مع الصفحه هتلاقيها. بس انا عملتها قبل كده البطاطس بالفراخ قبل كده، يعني في كذا حاجه وفي كذا طريقه، يعني مش حاجه واحده بس. عندك حاجات كتير هتلاقيها على الصفحه، وعندك كذا طريقه هتلاقيها على الصفحه. والصينيه دي معموله كذا مره بكذا طريقه مختلفه، مش نفس الطريقه. ودي اتعملت من فوق وبعد كده اتحطت في الفرن يا جماعه عادي، مفيش اي مشكله. ما شاء الله اللهم